مرحبا يا جماعة. بتعرفوا إنه بالعالم في أماكن عايشة بين الحي أو الخيال؟ أماكن إذا قربت منها بتحس إنك عم بتخاطر، مو بس بحياتك، لأ، عم بتخاطر بمعرفتك لكل شي كنت مفكر إنه ثابت وواضح. ومن أشهر وأخطر هالأماكن منطقة 51 الأمريكية. منطقة محاطة بسياج ضخم، حواجز إلكترونية، وكاميرات ليلية ما بتغفل ولا ثانية، وإذا فكرت حتى تقترب من محيطها في أوامر فورية إطلاق النار. هاد مو فيلم ولا قصة خيال علمي، هاد واقع موجود بولاية نيفادا وبقلب الصحراء. لكن الغريب، ليش هالمكان تحديدا صار أسطورة عالمية؟ ليش العالم كله بيربط اسمه بالكائنات الفضائية والمؤامرات الكبرى؟ واليوم قررت افتح معكم هالملف خطوة بخطوة. رح نحكي تاريخ المنطقة والتجارب اللي بيقولوا انها صارت من الاساطير العالم تتداولها، وشهادات الناس اللي قسموا انه شافوا شي بعيونهم. بس السؤال اللي رح يضل معنا لآخر الفيديو، هاي المنطقة 51 سر عسكري عادي ولا أكبر سر بتاريخ البشرية؟ وبرأيكم لو منطقة عادية، ليش لليوم محاطين بالغموض والتهديد؟ تأسست المنطقة بالخمسينات، وقت أمريكا كانت بحرب باردة مع الاتحاد السوفيتي، وبتقول الحكومة الأمريكية إنه الهدف كان تطوير طيارات تجسس متطورة. هون بلشت قصة الطيارة الشهيرة اللي قدرت تطير على ارتفاعات ما بتوصلها الطيارات العادية، ومن وقتها أي تجربة سرية للجيش كانت تنعمل بهالمكان. بس مع مرور الوقت الأخبار ما ضلت بهالحد، الناس صارت تلاحظ أشياء غريبة بالسما، أضواء بتتحرك بسرعات ما بتنشاف، أصوات بتشبه الرعد، وأحيانا أجسام معدنية بتلمع وبتختفي فجأة. يعني معقول هاد مجرد تجارب عسكرية ولا في شي أكبر من هيك عم بيتخبى؟ سنة 1947 في ولاية مكسيكو، العالم كله انصدم بخبر طبق طاير سقط بالصحراء. أول إعلان رسمي من الجيش قال إنه جسم غريب فعلا، بس بعد يومين تغير البيان وصاروا يقولوا لا، هاد مجرد منطاد تجسس. ومن وقتها الناس ما اقتنعت، الشائعات انتشرت مثل النار، واللي بيقولوا أن الحطام والأجسام الغريبة اللي كانت فيه انتقلوا مباشرة على منطقة 51. وهون انولدت الأسطورة أنه المنطقة صارت مركز دراسة للكائنات الفضائية، وأنه الحكومة الأمريكية بتخبي عنا الحقيقة. طيب إذا القصة مجرد منطاد، ليش أولا أعلنوا إنه طبق طاير؟ وليش كل الأدلة انمسحت فجأة؟ أساطير المنطقة ما بتوقف هون بس، في ناس بيقولوا إنه مو بس الحطام موجود هنيك، بل حتى جثث مخلوقات فضائية، وإن العلماء بيجروا عليها أبحاث ليفهموا تركيبها البيولوجي، وحتى بيحاولوا يدمجوا تقنيات مع تقنياتنا. الأساطير ما وقفت هون، في روايات بتقول إنه بعض الكائنات الفضائية ما ماتت،
بل عم تتعايش مع العلماء وعم تعطيهم تكنولوجيا جديدة. هون بفسروا كيف العالم فجأة صار في قفزة هائلة بالتكنولوجيا من الخمسينات لليوم: الإنترنت والأقمار الصناعية والطيارات الشبحية. برأيكم معقول التطور اللي عم نشوفه فعلا بشري 100%، ولا في عقل تاني ساعدنا؟ وهون تدخل القصص المظلمة. في ناس بيحكوا إنه المنطقة فيها مختبرات تحت الأرض مخصصة لتجارب تتحدى الأخلاق. قصص عن أسرى ومخطوفين بينحطوا بتجارب جينية، محاولة يدمجوهم مع تكنولوجيا الفضائية أو يحولوهم لجنود خارقين. في ناس بيقولوا شافوا مخلوقات نص بشر ونص شي تاني عايش بمختبرات المنطقة. لو صح هالشي، كيف ممكن يضل سر لهالدرجة من دون ما يطلع للعالم؟ ولا فعلا في ناس عم ينمسحوا من الوجود كرمال يضل السر مدفون؟ كل ليلة تقريبا في شهود عيان بيقولوا إنه في أضواء غريبة فوق المنطقة تتحرك بسرعات خارقة، بتوقف فجأة وبتعمل زوايا مستحيلة وبعدين تختفي كأنها دخلت لبعد تاني. طيارين عسكريين اعترفوا إنه شافوا أشياء ما قدروا يفسروها. معقول هاي التكنولوجيا أمريكية متطورة، ولا فعلا في شي جاي من خارج الأرض؟ الأساطير العالمية حول منطقة 51 ظهرت أساطير وصلت لدرجة الخيال إنه المنطقة فيها بوابة زمنية تمكن الإنسان يسافر للماضي أو للمستقبل، وإنه الفضائيين مو سجناء بل عايشين مثل ضيوف وعم يتبادلوا أسرار الكون مع البشر، وإنه في تحت الأرض مدينة كاملة فيها آلاف الموظفين اللي حياتهم كلها سرية. حتى في ناس بيقولوا إنه المنطقة مربوطة بمناطق تانية غامضة مثل مثلث برمودا، وإنه في شبكة خفية بالعالم تخفي أسرار الكواكب. برأيكم هي مجرد أساطير، ولا كل أسطورة إلها أساس من الحقيقة؟ سنة 2019 انتشر هاشتاج عالمي اقتحام منطقة 51. ملايين قالوا إنه رح يروحوا كلهم سوا ويكتشفوا السر، بس لما حاولوا يقربوا الحكومة وقفت بوجههم بقوة. ناس اعتقلت وحذروا الكل: أي محاولة جديدة نهايتها الموت. طيب إذا القاعدة مجرد مكان عسكري عادي، ليش كل هالخوف من مجرد اقتراب مدنيين؟ الناس حاولوا يفسروا الغموض وطلعت عشرات النظريات. في نظرية بتقول إنه المنطقة مجرد خدعة، وإنه الحكومة بتخلي الناس تركز هون لحتى تخبي أسرار أكبر بمكان تاني. وفي نظرية بتقول إن المنطقة صارت سجن للمخلوقات الفضائية، وإنه الأرض فعليا تحت مراقبة مستمرة. وبعض العلماء الغريبين قالوا يمكن السر مو الفضائيين، بل إنه أمريكا فعلا طورت تكنولوجيا قادرة تسيطر على الزمن والمكان. برأيكم أي نظرية أقرب للعقل، ولا فعلا ما في ولا عقل بيقدر يستوعب الحقيقة؟
يا جماعة، بعد كل هالحكي نرجع لنفس النقطة. الحقيقة ما حدا بيعرفها. يمكن منطقة 51 مجرد قاعدة عسكرية سرية مثل آلاف القواعد بالعالم، ويمكن تكون فعلا أكبر لغز بتاريخ البشرية. الغموض اللي محيط فيها صار جزء من ثقافتنا، صار رمز لفكرة إنه في شي عم بيندفن عن عيون العالم. بس تخيلوا معي، لو بكرة طلع مسؤول وقال إنه الفضائيين موجودين جوا والتكنولوجيا اللي معنا مو من عنا، شو رح يصير؟ شو رح يصير بمعتقداتنا، بأدياننا، بعلمنا، وحتى بنظرية الإنسانية؟ يمكن ينهار كل شي، ويمكن نبلش نفهم إنه الكون أكبر بكتير من اللي كنا متخيلينه. ولهيك يمكن الحكومة ما رح تكشف الحقيقة أبدا، لأنه يمكن نحنا مو جاهزين لسه. بس برأيكم، إذا بكرة انكشف السر، حياتنا رح تتغير للأفضل ولا رح ينهار كل شي بنعرفه؟ وإذا حابين نكمل بهالسلسلة ونحكي عن أماكن غامضة تانية مثل مثلث برمودا وجبل شاستا أو حتى مدن مخفية تحت الأرض، اكتبولي بالتعليقات. ولا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لحتى يوصلكم كل جديد، لأن القصة ما رح تنتهي هون، والحقيقة يمكن تكون أقرب مما تتخيل، ويمكن أبعد من آلاف السنين الضوئية. وهلأ صار فيني وداكم، تابعوني وحبوني، من لايكاتكم لا تحرموني. مع السلامة.